احتضان أشغال جمعيتكم العامة التي نأمل أن تحقق أهدافها المنشودة ومقاصدها المأمولة بما يخدم قضايا أمننا الجماعي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة 93 لمنظمة الانتربول نابع من التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني المتعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود. ويرتكز هذا الموقف الثابت على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية. ومن هذا المنظور انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان، ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة الوطن والمواطن وضمان سلامته وأمنه. مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم. نجتمع اليوم لنستعرض معا حصيلة إنجازاتنا ونعتمد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة. في اسطنبول عام 2021 أكدت التزامي بقيادة مسيرة تحديث منظمة الانتربول على أساس النزاهة والابتكار، وبتكثيف التعاون عبر الحدود، وبإشراك الدول الأعضاء التي كانت آنذاك 195 دولة وأصبحت الآن 196 دولة في صنع القرار. ويشرفني أن أقف أمام هذا الجمع الموقر لاستعراض ما حققناه من نتائج بفضل جهودنا المشتركة جميعا. منذ أن توليت مسؤولياتي كرئيس للمنظمة تعهدت بتحديث منظومة العمل واعتماد أحدث التقنيات في عمليات الانتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات، ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، إلى جانب ترسيخ مبادئ التنوع والشمولية، وضمان أن يثمر كل التزام نقطعه بتقدم حقيقي ونتائج ملموسة.